السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخفض تناول هذه البذور خطر الإصابة بمرض السكري والمضاعفات الصحية المتعلقة به، وذلك لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف والمواد الغذائية، مما يحسن التحكم بنسبة السكر في الدم وتخفض التراكمي، فهي تعتبر قاتلة لمرض السكري مع مرور الوقت. ووجدت دراسة استمرت 7 سنوات وطبقت على 500,000 شخص إن الذين تناولوا هذه البذور يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بمرض السكري مقارنة بغيرهم. وذكر موقع هيلث تايمز الأمريكي إن هذه البذور تحتوي على فيتامين A و C و E، إضافة إلى احتوائها على العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، كما إن تناولها يساهم في الحد من مخاطر تطور الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. بذور الشمام. بذور الشمام تعمل على زيادة نسبة الأنسولين التي يحتاج إليها مريض السكر، كما إنها تنقي الدم من جميع السموم التي تعرض حياة الإنسان إلى المعاناة من الكثير من الأمراض. أثبتت نتائج مذهلة حول فوائد بذور الشمام التي نقوم بالتخلص منها قبل تناولها. وتحتوي بذور الشمام على الكثير من الفوائد الصحية، منها إنها تعد مصدر للبروتين النباتي إضافة إلى الدهون والكربوهيدرات. وأثبتت الدراسات الحديثة إن الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها بذور الشمام تساهم في دعم وظائف القلب والأوعية الدموية، كما إن بذور الشمام تعمل على تنظيم ضغط الدم، مما يساعد مريض السكر على العيش براحة دون أي تعب أو مشاكل. تساعد مريض السكر على التخلص من الصداع وآلام العين مع تنظيم معدل السكر في الدم. تعمل كمنظم للضربات العالية للقلب، كما إنها تساعد في نقل الأكسجين من الجسم إلى الدماغ. تحمي الحامل من التوتر والقلق ويخفف من اضطرابات المعدة. محاربة أمراض القلب، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشمام تساعد في الحفاظ على صحة وأداء كل من عضلة القلب والأوعية الدموية، كما إنها تلعب دور حيوي في القضاء على الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تصيبها، هذا إلى جانب اعتبارها مصدر ممتاز للدهون غير المشبعة، في حين إن محتوى البذور من عنصر البوتاسيوم يسهم في الحد من مشكلة اضطراب القلب كالنوبات القلبية. المحافظة على صحة المعدة والأمعاء. تشير العديد من الدراسات إلى أن بذور الشمام الأصفر تساعد على التخلص من الديدان المعوية، كما أن فيتامين ج الموجود بها يسهم في علاج تقرحات المعدة. المساعدة في تقليل الوزن. تمتاز بذور الشمام الأصفر بغناها بالألياف الغذائية التي تتغلب على مشكلة الوزن الزائد، ذلك لأنها تأخذ الكثير من الوقت خلال الامتصاص، الأمر الذي يجعل الجسم يشعر بالشبع وبالتالي تقل كمية الطعام المتناولة. كما إن محتواها من البوتاسيوم يساعد على تقليل الدهون في الجسم. تحسين رؤية العين. ففيتامين أ وج الموجودان في بذور الشمام يساعدان في تحسين حدة الرؤية، فهذه الفيتامينات تقوي شبكية العيون الضرورية لرؤية واضحة وبصر قوي، ناهيك عن دورها الذي تلعبه في منع الإصابة بمشكلة الضمور البقعي في العيون. مكافحة علامات التقدم في السن. فمحتوى البذور من فيتامين ج يسهم في تحسين صحة الجلد ويعيد للبشرة توهجها، لنجد أنه يكافح الشيخوخة ويجدد الصحة العامة للجلد. تقوية العظام والعضلات. تساعد بذور الشمام الأصفر على تحسين كثافة العظام
لنجد أنه على المدى الطويل تصبح العظام أقوى. محاربة البرد، فهذه البذور الصغيرة تلعب دور هام في الحفاظ على الجسم والوقاية من أي إصابات بالالتهابات الناجمة عن البرد، كما إنها تساعد على طرد البلغم من الجسم. إمداد الجسم بالبروتين، فيصعب جدا الحصول على كميات مناسبة من البروتين من مصادر لا تندرج ضمن قائمة اللحوم أو حتى منتجات الألبان، لكن بذور الشمام الأصفر هي بالتأكيد مصدر ممتاز للبروتين النباتي، إذ تشمل تلك البذور على حوالي 3.6% من البروتين، و4% من الدهون، و2.5% من الكربوهيدرات. ووفقا للبحوث المنشورة في مجلة العلوم التطبيقية العالمية، فإن هذا المحتوى الغذائي يعادل البروتين الذي يحصل الجسم عليه من حليب الصويا، الأمر الذي يجعل محتوى البروتين العالي لبذور الشمام الأصفر طريقة رائعة لمساعدة كل من الشعر والأظافر على النمو الصحي. إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن، بذور الشمام الأصفر غنية جدا بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن الهامة. يساعدك على زيادة قوة النظام المناعي لاحتوائه على فيتامين ج، وإن تناول كمية كافية من فيتامين ج قد يمنع العديد من الالتهابات التنفسية ويعالجها، مثل الالتهاب الرئوي ونزلات البرد. شكرا للمتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغط لايك وتفعل الجرس عشان يصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو حتى الكل يستفيد. دمتم في حفظ الله وأمنه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد.